مره جحا كان قاعد مع تيمور لينك بيساله: يا جحا، الحكام بيسموا نفسهم الحاكم بالله، المعتصم بالله، المنتصر بالله، تفتكر بقى اسمنا هيبقى ايه؟ رد جحا عليه وقال له: نعوذ بالله. جحا هو الشخصيه اللي ما تعرفش هي اسطوريه ولا حقيقيه، فاوقات تلاقيه بيهزر وبينكت، واوقات تلاقيه جد وحاسم، مره ساذج، مره سلبي، مره ذكي، ومره تانية تلاقيه مستسلم. في الحقيقه جحا ده محير قوي. فاكرين زمان بقى بيت جحا، اللعبه اللي كانت في الملاهي، وكانت عباره عن بيت مليان مرايات، مره تشوف نفسك طويل، مره تشوفك تخين، ومره قصير، مره تشوف راسك كبيره، ومره تشوف نفسك صغير قوي، فتبقى محتار انت مين فيهم، لان رؤيتك بتختلف للحياه على حسب المرايه اللي انت بتشوفها بيها. يا ترى بقى انت جحا اللي هو احمد الموظف بتاع الارهاب والكباب، ولا المنسي عامل التحويل البسيط خالص، ولا الظابط مجدي، ولا حسن بغلول المشاغب، ولا يمكن تكون نوفل المحامي، معرفش. اهلا بيكم في بيت جحا. النهارده مش بس هنسال هو عادل امام هو جحا، لكن لا، احنا هنخش بيت جحا، بيت مليان مرايات، كل مرايه بتعكس شكل من اشكال جحا المصري، بكل تعدد شخصياته: الذكي، الساذج، السلبي، والمستسلم، وكمان المشاغب. هنحكي نوادر من عقل جحا المصري اللي هو وحيد حامد، وباداء الزعيم عادل امام، وبمرايه شريف عرفه. هنغوص في الخماسيه الاشهر: اللعب مع الكبار، والنوم في العسل، والمنسي، والارهاب والكباب، وطيور الظلام. هنلعب وهناكل وهنستمتع، مش هنبقى طيور ظلام، ومش هننام في العسل، بس هنروح في رحله مليانه تشويق ومتعه وسؤال كبير: هل بقى الافلام دي كلها في عالم واحد ولا لا؟ فيها إثارة وتشويق ومتعة. هل في صله بينهم؟ هل نزلوا بنفس الترتيب ولا في ترتيب تاني؟ ولو في ترتيب تاني فاتغير ليه؟ جت منين افكارهم واسمائهم؟ كل فيلم فيه حكايه واسئله كتير، وفي اخر الحلقه هقول لك ترتيبهم بالنسبه لنا، وكمان هقول لك مين اللي كان المفروض ينزل قبل مين. احنا جوه لعبه عارفين قواعدها وقبلنا بيها. بس ما تنساش بقى تحط لايك وسبسكرايب، وكمان حط القائمه بتاعتك في الكومنتس. ومساء الخير، صباح الخير، اهلا بيكم في برنامج معرفش. لو ما تعرفش، فجحا ده مش شخصية واحدة ومش في زمن واحد. بيقول عقاد ان جحا ده نتاج عصور مختلفة وشخصيات مختلفة كلها انصهرت مع بعض عشان تنتج جحا. ولو ما تعرفش، ففي جحا يوناني، وجحا اوروبي، وجحا تركي. هي شخصية في الاول وفي الاخر بنت البحر الابيض، ونتاج ثقافات البحر الابيض المتوسط، سنين من القهر وخفة الدم والمشاغبة. اي نعم، جحا اللي هناك ليه اسماء مختلفة، بس هو نفس نوادر جحا بتاعنا. يحيى جحا وتحيا اسافينه. تحت في خنقة، زحمة وفقر وهوى فاسد، وناس ماشية في الشوارع بتخبط في بعض. أنا المحاط بالأوهام، أنا الذي إذا جاع نام. أنا عمري ما طمعت في حاجة وأكون عارف إنها مش بتاعتي. نبدا بقى باسماء عادل امام في الافلام ودلالتها. الفيلم الاول لعب مع الكبار، كان اسمه حسن بهلول، وبهلول ده شخصيه تاريخيه اتولدت في الكوفه، وكان شاعر وحكيم، ولكنه ادعى الجنون عشان ما يتعاقبش من الحاكم. ده كلام بيتقال، بس الاكيد ان بهلول في اللغه هو شخص الجامع لصفات الخير، وده هو بطل اللعب مع الكبار اللي كان بيعمل اللي نفسه فيه على امل ان الخير ينتصر، وده طبعا من خلال لعبه مع الكبار. مباحث أمن الدولة؟ مين أنت في مباحث أمن الدولة؟ أنا عايز أي حد من كبار المسؤولين عندكم. اما جحا التاني والمرايه التانيه بتاعتنا هي مرايه احمد. اختيار اسم احمد فتح الباب في فيلم الارهاب والكباب، شخص عادي شبه الناس، ما فيهوش اي حاجه مميزه، بيمثل اغلبيه الناس اللي ممكن تنفجر زي ازازه الكوكاكولا بالظبط لما الضغط عليه يزيد، لكنه بيرجع تاني انسان طبيعي هادي ومستقر شبه اغلبيه المصريين. بتاعنا هو يوسف المنسي. ما اعتقدش انه كان مقصود من الاسم منسي ان هو ابن سيدنا يوسف الموجود في سفر كوين، هو يقصد منسي بمعنى الانسان المنسي، اللي محدش بيفتكره ولا بيعمل له حساب، اللي ملوش قيمه ولا ذكر ولا امتداد، اللي مش عايش اصلا، اللي ولا عنده حب ولا اولاد ولا اي تاثير. شغلته ان انت تعدي من جنبه وما تحسش بيه، ما تعرفش اصلا انه موجود، ما تعرفش اصلا شهادته دي اللي ملهاش اي قيمه غير في كشك سكه حديد في منطقه مهجوره. هو ده المنسي، وكل المهمشين في كل حته في العالم، واللي حط صوره محمد نجيب عشان هو فعلا رئيس منسي زيه. انت عندك شهادات؟ شهادات؟ أنا معايا دبلوم سكة حديد. دبلوم سكة حديد هو شهادة جوه السكة الحديد، بره السكة الحديد انسي ولا حاجه. كلنا عارفين ان في منسي واحد بس مش منسي. اما بقى جحا الرابع والمرايه الرابعه فتحي نوفل المحامي. فتحي جايه من قيم الانفتاح اللي بتخلي الكل يتباع. يعني خلاص بقى مطلوب مننا نعمل اي حاجه لاي حد يدفع؟
سلو بلدنا كده. نوفل بقى جايه ان مرات الضبع اسمها ام نوفل، وده عشان يحسسك ان هو وضيع الاصل. امه معدده وابوه حصري، وقصد شريف حرفه بالكاميرا بتاعته ان هو يعبر عن الوضاعه مش البساطه خالص، ما خلاكش تتعاطف معاهم خالص كجزء من شعب فقير. ده وراك ان هم وضيعين باسلوب بسيط باستخدام الكاميرا بس من غير اي موقف قوي. يعني امه زغرتت في عزا لبس الراجل وهو قاعد على القهوه عامل فيها عمده، وفي اخر مشهد الجنازه اللي وراك انه كان بياخد اصلا فلوس بحجه ان هو يساعد الناس. المرايه بقى الخامسه والاخيره، الواحد يشد نفسه ويقف قدام المراية ويقول أنا كويس، أنا بوم، أنا حديد. جحا اللي هو مجدي نور، الاسم الاول مجدي اللي بيحاول يبحث عن المجد للبلد والاجيال اللي جايه كمان، واسم التاني نور اللي بيكره الضلمه ايا كان نوعه، لو كان بقى ظلام خرافه، استخدام دين، اي حاجه ضد العلم والحريه والمستقبل. كان بيعتبره ظلام التعتيم وكذب، وبيطلب من الناس طول الوقت ان هي تقول وتتكلم وتفعل. اتكلموا، ساكتين ليه؟ هو في ايه؟ في كلام كتير ومفيش فعل. كل حكايه وليها بدايه، ولازم نعرف بدايه الحكايه جت ازاي. الحكايه ليها ابطال 3، وساعدهم ناس تانية ما قالوش بطوله خالص عنهم على فكره. ساعدهم مونتير الافلام ال5 كلها عادل منير، مدير تصوير 4 افلام من ال5 محسن نصر، وموسيقى 4 برضو من ال5 كان لمودي الامام، والخامس لعمر خيرت طبعا. وحيد حامد انتج 4 افلام، والخامس انتجه عصام امام. يعني الحكايه كلها مقفوله على مجموعه واحده في كل عناصرها تقريبا. السكة اعترف كل حاجة. وبدايه الحكايه سنه 91 اللعب مع الكبار. وحيد حامد كان وصل قبل سنه 91 انه خلاص يبقى اسم كبير، مش كل الناس عارفاه بس بدا يحقق نجاح كبير. احساس وحيد باهميه الفيلم هو اللي خلاه مش بس يهتم بكل تفاصيله، لا كمان يقرر ينتجه. والسبب ان وحيد ينتج الفيلم ده هو ان المخرج اعترض على مشهد وكان عايز يبدله. عارف ايه هو المشهد؟ المشهد ده اثر عليه وحيد جدا، وكان شايف المشهد مهم جدا ومؤثر في الدراما، وكان متمسك بتصويره جدا لدرجه ان هو قرر ينتج الفيلم عشان خاطر المشهد ده. بعد ما فيلم غير القاتله فشل اللي هو انتجه لصديق عمره عاطف الطيب، رغم ان وحيد في الاصل ما كتبوش، بس هي كانت وقفه صاحب مع صاحبه. مؤمن بموهبته وحب وحيد لعاطف هيبان اكتر كمان في انه اهدى له هو الفيلم الرابع في السلسله اللي هو طيور الظلام. عادل امام بقى في سنه 91 نزل له 3 افلام، شمس الزناتي ومسجل خطر واللعب مع الكبار. الفيلم بقى ده كان مختلف جدا، واداء عادل امام فيه كان استثنائي. عادل في الفيلم ده كان عنده اعتراض، كان مقلق وخايف من شكل الكوميديا الكرتون دي، وقلقان كمان من تعديلات شريف عرفة كتير، لدرجه ان في اول الفيلم مشهد الحلم شريف عرفة طلب حاجه معينه وحركه مختلفه خالص عن اللي كاتبها وحيد. رد عادل وقال له بس ده مش مكتوب في السكريبت، وطبعا عشان شريف كان لسه صغير فقال له طيب، لكن اتفاجئ ان عادل قال اللي هو قاله في بروفة المشهد، وقال لشريف كلامك صح. وهنا عادل بدا يسلم نفسه تماما للمخرج شريف عرفة الجديد، مع ان هو النجم الكبير، وده سر من اسرار نجاح عادل امام. اتكلمنا عنه في حلقه قبل كده، هنحط لك هنا او هنا، يعني هنحط لك في حته. طيب نيجي بقى لسؤال مهم، هل ممكن نقول ان الخماسيه دي كانت عالم واحد ولا لا؟ الحقيقه ان وجهتين النظر فيهم منطق. طيب نفكك الحكايه بقى عشان نعرف نجاوب على السؤال ده. لو كنت اتفرجت على الافلام دي فعلا فهتسال نفسك سؤال، لو كل فيلم من الخماسيه هو فصل في روايه واحده، ايه بقى الرابط اللي بيجمع ما بينهم؟ يلا بينا نبدا. هنبدا بالاشاره الاولى، اللبس في افلام الخماسيه مختلف وبيعكس كل جحا فيهم. هتلاقي غالبا ان اللون الازرق هو اللي غالب، ومعاه ساعات الاحمر. الازرق غالبا بيبقى رمز للطيبه والوداعه. في المنسي عادل لبس الازرق، وبعدها احمد كان لابس البدله الزرقاء وقبل ما يقلع البليزر ويبقى تحتيه احمر. وهتلاقي نفس البلوفر اللي موجود في الارهاب والكباب هو بتاع النوم في العسل، وده اللي اشار ليه الدكتور اسماعيل راضي في بودكاست سينماتولوجي. ممكن ده يكون بيشير ان مجدي بيتحول لاحمد في النص التاني من الفيلم، بيقرب من الناس اكتر بس من غير السلبيه والوداعه. اللبس ساعدنا ان احنا نفهم الشخصيات بسرعه، زي ما قلنا على المنسي في طيور الظلام، فتحي نوفل كان لابس تحت الفانيلا الحمالات يا ازرق يا احمر، بس ليه لبسها فوق التيشيرت؟ يمكن عشان يفكرنا ان هو شايف الدنيا بالعكس، عشان مش طبيعي تلبس الهدوم الداخليه فوق الهدوم العاديه. انا حر يا اخي. ويمكن ده يكون بيعكس عدم منطقيه الحياه، معرفش برضو دي تكون حاجه زياده ولا ممكن انتوا تكونوا متفقين معايا فيها، قولوا لي في الكومنتس برضو. اما في فيلم المنسي الرحله بين اللونين كانت اوضح بكتير، اللونين في نفس الكادر كانهم فرقتين، وبعد ما غاده عبرت لمنسي وعدت له هي السكه الحديد، فلما رجعت بقى الحفله لبست بقى هي الازرق، بمعنى ان هي بقت من فرقه المنسي، فرقه الناس. نروح بقى للاشاره الثانيه، القطر. كل جحا فيهم اتعامل مع القطر بطريقه مختلفه. فتحي نوفل ركب القطر، علي الزناتي نزل من القطر، وفي فيلم النوم العسل القطر دهس كل اللي قدامه. يوسف منسي بقى قال لها انت فاتك قطر، انا فاتني كل القطوره. انا فاتني قطارات الدنيا كلها. وبعدين وقف القطر عشان يركب فيه غاده. طلبت مني ان انا اوقف لك القطر، واديني وقفت لك القطر. فيلمين اللعب مع الكبار والارهاب والكباب فيهم اهم مشهدين في المواصلات، مشهد الاتوبيس في الارهاب والكباب، مشهد الايقوني اللي هو اصلا نقطه تحول الفيلم، اشاره لكلامه وهو ده اللي بيخليه ينفجر ويثور من اجل حقه ومن اجل كرامته، فيقول لنا انا ليا حقوق. طبعا لسه قايل المشهد اللعب مع الكبار كان مهم قد ايه، فمش هنكرر الكلام تاني. كل واحد شاف القطر كرمز للفرصه او المواجهه، في اللي رقص فيه، في اللي هرب، في اللي واجه، وفي اللي فاته. دلالات الافلام دايما واحده،
معرفش بقى ده صدفه ولا رساله. القطر عنده يمكن مش مجرد وسيله مواصلات، ده رمز للفرصه الضايعه او الشجاعه اللي بتيجي فجاه، وكل بطل اختاره بطريقته. اما الاشاره الثالثه فهي احمد راتب. شخصية أحمد راتب في طيور الظلام قريبة جدا جدا من أحمد اللي في الإرهاب والكباب، نفس المنطق نفس طريقة الحياة. بعد سنين بقى بيقرا جرايد ومبقاش يخاف منها. حضرتك بقالك كام سنه بتقرا الكلام ده؟ والله سنين كتيرة. يعني اللي كان بيخشى الكلمة بقى هو نفسه اللي بيقرا جرايد، يعني يمكن بقى بيواجه الحقيقة، معرفش. الإشارة الرابعة ثوار المجمع. يوسف المنسي كان من ثوار المجمع، بصته بابتسامة حنين لليوم اللي هو حس فيه إن هو حر وحد شايفه لأول مرة. انا شفتك قبل كده؟ مش عارف والله. انت بتروح المجمع؟ رحت مرة واحدة بس. اللحظة دي فيها شحنة أمل، لما بطلنا بيحس إن هو مش لوحده في الثورة حتى لو ما نجحتش. الإشارة الخامسة اللي هم الكبار. الكبار دايما هتلاقيهم هم في حفلة طيور الظلام، هم اللي في حفلة كرم مطاوع. وفكرة إن دايما في ناس فوق كل حاجة. في الخمس أفلام دايما في قوة أو شبكة فساد أو حيتان قوة، ممكن ما تشوفهاش بس هتسمع صوتها أو تسمع عنها. والغريب إن في فيلمين منهم اختار نفس الصوت عشان يعبر عنهم، وأنت برضه لغاية دلوقتي ما تعرفوش. لسه برضه بنغلط. ما كانش صح انه ينجح على قوائم الاغلبيه، كان لازم ينجح على قوائم المعارضه. الواد ده خطر علينا دلوقتي وفي المستقبل، فتش لنا وراه، اكيد في حاجه غلط. اللي زي ده لو كبر هيبلعنا كلنا. هم طبقة والشركة مش شركة. هي الشركة دي بتاعت مين؟ بتاعتنا كلنا. الوطن اللي لاممنا وبنعيش منه، عشان كده لازم ندافع عنه، نحميه، ضحي علشانه. وطن، بس وطنهم هم. في ناس من الحيتان الكبيره مش عاوزينك تكبر، دول ناس ما يعرفوش ابوهم، وانا عاوزك تحمي نفسك منهم واوعى تمكنهم منك. يا ابني انا راجل عجوز وفاهم البلد دي كويس، اللي بيقع ملوش قومه تاني. هم بيتحكموا في كل حاجه، هم فوق نظام يقدروا يخلوا مجلس الشعب ما يناقشش الوباء، وقدروا ينقلوا رئيس مباحث العاصمه. الحالة موجودة وإنكارها مأساة جديدة، الهدف منها إبقاء الحال كما هو عليه. دول كمان بيشتموا الحكومه. طز فيكوا في الحكومة. الله ده بان عليه جامد قوي. طيب هل ده معناه ان احنا كده خلاص بقينا في عالم واحد؟ معرفش بس بحس ان حاجات تانية كتير بتقول لا. يعني شخصيه وزير الداخليه مختلفه، مره الضفراوي مره كمان الشناوي. هل مثلا وزيرين مختلفين او عصرين مختلفين؟ اصل خد بالك في حاجه في اللعب مع الكبار، العربيه ملاك اسكندريه، واللي يعرف مين اللي كان من الكبار هناك هيقول لنا تقريبا ان هو كان زمن السادات يمكن مش مبارك. خاصه الحادثه اللي في طيور الظلام دي كانت اشاره مباشره بحادثه بعينها حصلت 7 اكتوبر 81، تاني يوم على طول بعد اغتيال السادات. هل ده ليه معنى ولا صدف ولا ايه؟ معرفش. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ ممكن يكون كمان شايفين كده ان وجه التشابه بين الافلام واضح، نفس طاقم العمل اللي اتعاملوا مع بعض في سنين قريبه جدا من بعض، كلهم تقريبا في 5 سنين. طبيعي جدا يكون في تاثيرات خاصه. وحيد حامد في الاول وفي الاخر هو فرد مهما كان ابرز او الانجح والاشهر في الكتابه، بس هو في الاول وفي الاخر مش ورشه. يعني لازم هنلاقي حاجات مشتركه بين الافلام، لان اكيد الهم اللي كان بيحركه في الكتابه واحد. طيب اللي شايف ان هو عالم واحد يكتب لنا في الكومنتس، واللي مش شايف يكتب لنا في الكومنتس برضه. اختي كده ينفع وكده ينفع. من الاخر بقى كده، هو ايه اللي وحيد عايز يقوله في ال5 افلام دول؟ مش هو هدفه التطهير؟ يعني يفك الكبت كده زي ما يوتيوبرز كتير بيقولوا. فلو ده تطهير يا ريت اي حد يعمل تطهير تاني، انا موافق. تاني حاجه دي سينما وفي عالم تالت، مش من السهوله خالص انك تعمل فيلم، فما بالك بقى بفيلم واحد بس من ال5 دول. ده في افلام وحيد كان بيتحايل على الرقابه بطريقه التاجر، يحط مشاهد صعبه عشان ما تعديش على الرقابه فالرقابه تمسك فيها ويعدي بقى هو باقي الفيلم. هنحكي كتير ليه؟ ما تيجي نشوف ده تطهير ولا ايه. هنا بتشوف حسن بهلول الشخص اللي قرر ان هو ما يستسلمش للعب، لا انه يشارك، ما قبلش بدور الضحيه المسلوب، قرر ان هو يبقى عين البلد وحارسها الامين، مش حارس للنظام. انا عين البلد مش عين الحكومه. وبكده يغير الواقع على امل تغيير المستقبل. قرر ان هو رغم انه اتسرق، أنا اتسرقت يا علي، اتسرقت يا علي، ما يسكتش ويحاول انه يمنع حريق المصنع عشان يمنع الفساد والبطاله. يوقف الحزب الحاكم انه يغيب العقول بالمخدرات وينقذ الاطفال. معرفش كان يقصد الكاتب ان دي القضيه الوحيده اللي ما كانش عارفها، لان شخصيه حسن بهلول كان ممكن ما تهتمش بانقاذ اللاجئ لو كانت تعرف فعلا. حسن بهلول بيكره السلاح وبيكره اللي بيشيلوه. شوف الحته دي بقى واداء العبقري عادل امام في نظرته للسلاح في اللقطتين دول. طول الوقت عادل امام الناس بتشوف ان موهبته قليله وان اداؤه ثابت وان عادل ما بيروحش للشخصيه، وان طول الوقت الشخصيه هي اللي بتجيله، مش زي احمد زكي. يعني اللي عملنا عنه فعلا حلقه قبل كده، هي طويله شويه بس هي هتعجبك. ممكن يكون ده صح، بس عادل في الخماسيه دي كان مختلف. عادل امام كان ليه اكتر من ضحكه، وكل ضحكه كان بشكل وبمعنى، ليه اكتر من نظره. بص كده على دي. منى فضيل. سعيد. سعيد. انا تعرفش منى فضيل؟ سعيد.
بص نظرة المرتبك اللي بتحاول يتملك شجاعته، وهنا المشهد ده في منظر خروج الناس من الزحمة، بص نظرته ليهم. يا باشا ربنا امر بالستر، هي شده وتزول باذن الله، بس عايزه صبر، ما تزعلش نفسك. لو هنتكلم عن عادل امام وتمثيله محتاجين اكتر من 5 حلقات والله. المهم شريف وعادل ووحيد قدروا ينسجوا جو مش واقعي على انسان حقيقي بيلعب حياته كلها لعب، مش قادر يبقى ملتزم بشيء، وما بيلعبش في التجاره وما بيعرفش يبيع ويشتري زي ما حماته كانت بتقول له، بينزل كل حد وخميس لابس ومتأنتك ياخد حقه من افراح الاغنياء، ياكل ويشرب ويرقص ويبر نفسه وهو اصلا خاطب واتغدى وباس بثمن الشبكه يمكن 10 مرات، يخش الاستاد ويهرب من المخبر ويخش السينما وينده على علي الزهار، في الترام بيتعامل ان هو بوليس، وفي اي مكان بيعمل اللي هو عايزه، يرقص يغني يجري ويفرح، بس الاهم من ده كله ان هو يحلم. احلم لنفسي، احلم الحلم واكتمه، معنى كده ان انا ارضى بالامر الواقع. لا، ارضى بقانون السلبيات وفكر اذا كان مصدرها غير قانوني احنا ممكن نشوف الشكل القانوني عشان تبقى الحكايه صح. على عكس فتحي نوفل خالص بقى اللي بيستعمل القانون في كل حاجه. واحنا ناس الباطل بتاعهم لازم يكون قانوني، لان الحلم بتاعنا بالنسبه له او بالنسبه للكبار فهو كابوس ومش هيسيبوك تحلم. واحد بيحلم اسمه حسن بهلول. شكرا. الا لو هتحلم زي المنسي، احلام سلبيه، احلام يقظه تعينك على الزمن وتعينك على قسوته، تهرب للوهم وزي ما الناس مش شايفينك وهم طول الوقت بيعدوا عليك وناسيين. اقعد احلم احلام يقظه بقى، اتجوز دينا، ليلى علوي. جحا اللي في المنسي مختلف في روحه وفي حياته حتى لو بيحلم عن كل الابطال. هو ده الحلم اللي انا ما حلمتوش. ومهما حاولت تصحي الناس وتقول لهم ان علي الزهار مات وتخليهم يحلموا مش هيحلموا. لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد، وخلف كل ثائر يموت أحزان بلا جدوى. اللعب مع الكبار اللي هو بدايه السلسله كان فيه روح شقاوه في الكاميرا واستعراض للشخصيه. انت بتشوف من الاول في التتر بويه مختلفه، فاتحه مبهجه، بينام بلبس ابيض وبينك وكاتب على الحمام WC، بوسترات على الحيطه مختلفه هتعكس اهتمام الشخصيه بنفسها وانبساطه طول الوقت، وانه ما بيديش اي قيمه الا للحريه والكرامه. وده بقى موجود في كل شخصيات وحيد حامد في الخماسيه، وعلى فكره في غيرها كمان. هتلاقي ده موضوع وحيد حامد الاهم، هتلاقي دايما في كام حاجه مشتركه كده. المستقبل يعني انقاذ حسن للولاد، وطبعا بدل ما ينقذ اللاجئ، واصلا الواد ده احمد المجمع وخلاه يتخانق، ونخش القصه دي كلها ولاده المتفوقين جدا في الدراسه. بابا انت مش هتنقلنا من المدرسه دي بقى، احنا تعبنا خالص. بابا انت خايف من حاجه معينه؟ الوباء ده لو وصل للاجيال الجديده هيبقى عليه العوض في البلد دي لسنين طويله. طول الافلام كان وحيد بيحاول يعيد مفهوم الزهق والخنقه والقرف اللي عايشينه الناس، ملوش حل غير ان هم يتجمعوا، وده كمان من الرسائل الوحيد الواضحه جدا. انا لو زهقت السجن. إذا كنت طهقان قراط أنا طهقان 24. اي حاجه تحصل كويسه، حلوه وحشه مش مهم، المصيبه ان مفيش حاجه بتحصل. كمان تطهير ايه وهو بيدعو للحل الجماعي اساسا، وان الحل دايما في الناس. تلاقي اللي انقذ احمد من مصيره هو الناس، واللي انقذ المنسي برضه الناس، لان الاشرار بيخافوا من النور ومن الناس. واول ما الصبح طلع في المنسي والناس حمته، وكمان لما الناس صرخت في النوم في العسل، وحيد حامد ده. انتوا اذا كنتوا الخاص عند الحكومه فانتوا عندي غاليين قوي. وحيد بيقول في الافلام دي انا في المكان الصح، انا مع الناس. قصص الافلام وازاي اتسمت وجت منين، دي بقى حكايه لطيفه حابب احكيها لكم. الارهاب والكباب الفيلم ده اصلا كان مقاله، وكان بيكتبه وحيد وقاعد في كافيتيريا مع محمود سعد، وبيكتب سلسله من 3 مقالات. معرفش ازاي الصراحه وحيد بيعرف يعمل كده. المهم عدى عليه عصام امام وقال له بتعمل ايه يا وحيد؟ قال له دي مقاله جديده. عصام اخذ ورق وقراه وقال له لا ده فيلم جديد وعادل اللي هيعمله وانا اللي هنتجه. وفعلا بتحول مقاله وحيد لفيلم، وبداوا فعلا يصوروه، وما كانوش لسه استقروا خالص على اسم نهائي، لحد ما عامل اضاءه جه قال لهم ما تسموه الارهاب والكباب، وفعلا سمعوا كلامه. المنسي بقى صدفه ثانيه، وحيد كان راجع من مؤتمر او ندوه معرفش، المهم القطر عطل قدام نفس الكشك اللي في الفيلم، ونزل وحيد وقعد يبص على عامل مزلقان، فجات له فكره الفيلم وقعد اسبوعين يروح للكشك، واتعمل كشك تاني شبهه عشان التاني كان ضيق شويه ومش مناسب لمعدات التصوير. اما بقى طيور الظلام فشخصياته حقيقيه، او نقدر نقول انها خليط من اكتر من شخصيه، ولو دورت هتعرف انت لوحدك. النوم في العسل بقى كان اشاعه في الوقت ده، والاشاعه كانت بتقول ان العدو الصهيوني لوث الميه وهتاثر على الانجاب، وكان قبلها على طول الاشاعه بتاعت الغاز اللي بيخلي البنات يغمى عليها في المدارس. كمان نهايات الافلام دي ما كانتش هي نفس النهايات، الافلام تقريبا كلها اتغيرت. يعني المنسي نهايته تقريبا اتعملت بعد اسبوع من انتهاء تصوير الفيلم، وبعد فركش رجعوا صوروا تاني. نهايه النوم في العسل كانت اصلا ثوره في ميدان التحرير، بس شريف استصعب التنفيذ بتاعها، ونهايه طيور الظلام كمان اتغيرت. اما بقى نهايه الارهاب والكباب
والكباب، فرقابه شالت جزء. وبشكر استاذ عمرو ابو المجد ان هو اشار لده وحللها كمان. الافلام دي ليها تاثير كبير مش بس على صناعها ولا علينا احنا كمتفرجين، لا ده تاثير عميق، مش مجرد ان احنا بنعيد الجمل كميمز. صباح الخير يا حلوين، البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت، قصه ولا مناظر، اشتغل يا حبيبي اشتغل يا اختي، كده ينفع وكده ينفع. كل الجمل دي بقت جزء من ثقافتنا احنا. مين بيحب اخوه؟ انا. مين بيحمي اخوه؟ ولا. ومين يلعن ابوه؟ راجل. ايوه. انا اعلم عنك الكثير. وانا كمان اعلم عنك الكثير. طبعا ده غير الناس الكتير اللي قدمته خماسيه وبقوا نجوم بعد كده، صلاح عبد الله، احمد ادم، هنيدي وعلاء واشرف عبد الباقي وعلاء مرسي وغيرهم كتير. ورا الكاميرا مثلا علي ادريس وسعيد حامد اللي في سنين قليله بقوا نجوم المرحله دي في الاخراج. نرجع بقى لسؤال تاني برضو مهم جدا، هل حقيقه الخماسيه دي ان هي كانت المفروض تبقى سداسيه؟ اصل لو ما تعرفش فكان معاهم اضحك صوت تطلع حلوه كمان، واللي وحيد بيعتبره ان هو افضلهم، واللي شريف بيعتبره ان هو اكتر واحد بيحبه، بفضل طبعا الاداء الساحر لاحمد زكي وسناء جميل. الفيلم ده اللي اتقدم فيه نجم جديد هيتحول بعد كده لواحد من الممثلين البارزين في تاريخ السينما المصريه، الفنان كريم عبد العزيز وطبعا منى زكي، اللي بعد الفيلم ده هيضيفوا صفحه جديده خالص في تاريخ السينما. الفيلم بيعكس نفس ازمات الخماسيه، الكبار اللي دهسوا الصغيرين اللي حتى كرامتهم مش عايزين يسيبوها برضه، نفس الحفله اللي هتشوفها في الخماسيه بتشوفها هنا برضه، نفس الاحساس وكمان نفس المعاني. حضراتكم بتاخدوا قرارات بملايين الجنيهات، وكل مره بتمضوا عقد ولا الكلمه بتبقى عقد؟ العقد ما بيعملش الحقيقه، العقد بيثبتها بس. كلمه انا بحبك عقد، اللمس عقد، النظر عقد، الوعد بالجواز ده اكبر عقد. مش بقولك غلبان؟ اول فيلم في الخماسيه انتهى بجمله هي اصلا عنوان الفيلم اللي ناقص، ده احنا صغيرين قوي يا اخي، ده احنا صغيرين قوي يا سيد. ترتيب بقى الافلام دي اتغير، وايه هو بقى الترتيب الحقيقي؟ الترتيب الحقيقي هو اللعب مع الكبار، الارهاب والكباب، المنسي، كانوا في نفس التوقيت وحيد بيشتغل عليهم. وحيد كان بدأ بالمنسي قبل الارهاب والكباب، لكنه خلص الارهاب والكباب الاول. النوم في العسل واخيرا كان هيبقى طيور الظلام، لكن شريف عرفة بيقول ان هم خافوا ينزلوا بالنوم في العسل في الاول، وفي بيقول ان الرقابه هي اللي عطلت النوم في العسل، معرفش. طيب ترتيبنا احنا بقى ايه بقى بعد خناقات طويله؟ والمره دي بقى كانت مختلفه خالص، لاننا عملنا تجربه جديده، تجربه مشاهده اتفرجنا فيها انا وعيلتي ومنهم اختي الصغيره اللي كانت اول مره تتفرج على الافلام دي، وابن خالتي برضو كان اول مره يشوف الافلام دي، اصل هم جين زي اللي انا مش منهم. وعلى فكره كانت تجربه حقيقي جميله، هم انبهروا واستمتعوا بقى عندهم رغبه كبيره جدا في ان هم يغوصوا اكتر في العالم ده. الافلام دي حقيقي حببتهم في السينما وحركت جواهم حاجات، يمكن ده حقيقي هو روح السينما وسحرها الخفي. والاجيال المختلفه اللي اتفرجت معانا على الفيلم ده كان فيهم الاجيال اللي دخلت الفيلم فعلا في السينما، وفي اللي شافهم فيديو، وفي اللي اول مره خالص يتفرج عليهم. واتفقنا على ترتيب بيعكس اذواقنا المختلفه. المركز الخامس كان لطيور الظلام، المركز الرابع للمنسي، الثالث الارهاب والكباب، والتاني اللعب مع الكبار، والاول النوم في العسل. وفي اخر الفيديو احب اقول ان الافلام دي مش مجرد تتابع للقصص، هي مرايه بنواجه فيها نفسنا، بنختبر حقيقه طموحاتنا وبنشوف حدود الحلم اللي ممكن واحيانا مستحيل. وحيد حامد بعبقريته زرع فينا بذور الامل والتفكير. الناس دي حقيقي عملت حاجه كبيره قوي للفن، الفن الصعب والسهل في نفس الوقت، ازاي امتعك واشغل لك دماغك واحرك لك كمان مشاعرك وادفي لك قلبك، لان الفن الجيد هو اللي بيخلينا احنا نحلم وبيدينا امل جديد كل ما بنشوف. لما تشوف الاتقان في التمثيل، قوه الكلام والحوار، عمق الصوره وحلاوتها، بتحس ان انت قادر تتخيل اي حاجه، قادر تخلق عالمك الخاص وتعيشه. الفن مش مجرد مشاهد واصوات، ده رساله بتقول لك افتكر دايما ان في مساحه للامل في قلب كل واحد فينا، وان الحلم مش بعيد. قولوا لنا رايكم واكتبوا لنا في الكومنتس لو عندكم اي اشارات تانية، لو ده فعلا عالم واحد ولا لا، شاركونا بيها. تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك والحاجات دي عشان تتابعونا في كل رحله جديده بنغوص فيها في السينما المصريه اللي حقيقي ساحره. اشوفكم الحلقه الجايه، ما اعرفش. يا واش يا واش يا مرجيحة ما تخضهاش يا مرجيحة، يا واش يا واش يا مرجيحة ما تخضهاش يا مرجيحة. هلا هلا هوبا هلا هلا هوبا هلا هلا هوبا هلا هلا هوبا.